النوعين دول من اشهر انواع تاخير الدوره خلال رمضان، بس طبعا ما ينفعوش لكل الناس. لازم تستشير الطبيب او الصيدلي قبل ما تاخدوا الحبوب دي. اول واشهر حبوب لتاخير الدوره الشهريه هو الاستيرونات 5 مللي جرام اقراص، وده بتبدأي فيه قبل ميعاد الدورة الشهرية ب5 أيام، وبتاخدي حباية بعد الفطار وحبتين بعد السحور. وطبعا الحبوب دي ليها آثار جانبية كتير زي الصداع، زي احتباس السوائل وزيادة الوزن شوية. كمان الدورات اللي بعد كده ما بتجيش بانتظام، هتلاحظ إن دم الدورة بقى غامق شوية، وكمان ممكن تلاقي كتل دموية أثناء الدورة. مش عايزك تقلقي خالص، دي كلها آثار جانبية من الاستيرونات. أما النوع الثاني اللي أنا شخصيا بفضل أوصفه هو الدوفاستون، وده اعراضه الجانبيه اقل شويه من الاستيرونات. كمان الحبوب دي لو في دوره هتاخرها، ولو في حمل هتثبته. وده بيستخدم قبل ميعاد الدوره ب5 ايام برضه، بيستخدم حبايه بعد الفطار وحبايه بعد السحور. طول ما انت بتاخدي الحبوب دي الدوره مش هتنزل.